الاهتمام بالبشره ده ملوش ارتباط بالسن خالص. جميع الاعمار لازم تهتم ببشرتها. ضيفتنا الجميله دكتور نهى عطارد، استشاري الجلديه والتجميل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا رحت عملت بلازما ما فادتنيش خالص. هي اتعملت لها البلازما ازاي؟ انا رحت عملت بلازما كانت هايله. الفرق بيبدا من هي محتاجه ايه، وايه المناسب برضو للبشره في السن كبير شويه. حقنه فيلر، حقنه بوتوكس، يكون برضو من الانواع العلاجيه، ما يضطركيش تعمليه تاني وبنفس القدر. هل الكلام ده بيفرق في جدا. كل حاجه في شكل البشره وفي كل الكلام ده؟ في حقن فيلر دلوقتي هي اصلا بتحفز افراز الكولاجين في الوش. هتيجي السنه اللي بعدها تلاقي نفسها محتاجه حقنه واحده. في بقى انواع كتيره برضو جدا على السوشيال ميديا، حاجات الهايفو والحاجات يعني توهانات. يعني خلينا نكون لوجيك حضرتك. في مواقف لازم اقول فيها لا غنى عن الحقن. مستحيل ان ده هيتعالج باجهزه فقط. والحقن بقى كمان بالفكر اللي حضرتك بتقوليه الفكرة هي دي بقى الفكره. طبعا تخصص التجميل والاجهزه والجلسات ايه اخبار الوصفات الطبيعيه بتاعه البيت بقى؟ دي من اكتر الحاجات اللي بتضر البشره مع تقدم السن. يعني ده يبقى نمره واحد عند الناس المتخصصه او الدكاتره او في مجال التجميل. نمره 1 و2 و3 من البدايه بيبداوا غلط. عايزه الوش مشدود ما فيهوش غلط. يعني نمشي مع اللي ربنا قاله يعني. بالظبط. هنروح برضو لنقطه مهمه جدا يا دكتور، وهي تقشير البشره. التقشير عالم لوحده. احنا من كتر ما بنستبسطه بنلاقي منه مشاكل، كوارث. صدقوني المشاكل اللي بتحصل بتبقوا انتوا اللي عملتوها في نفسكم. دكتور نهى عطارد، استشاري الجلديه والتجميل، نورتينا وكل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه.